السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخواني الجدد والقدوم على قناتكم المتواضعة قناة علم الطيور. إخواني كما العادة معكم أخوكم هارون. في هذا اليوم وفي هذه الصبحية المباركة يوم جديد من سلكة متواضعة. إخواني حبيت نقدم لكم برك موضوع خفيف كما نقولوا وعلى طرق التغذية وأنواع التغذية في هذه الفترة، في فترة قبل بداية الإنتاج. اليوم 21 جانفي 2025. كما راكم تشوفوا إخواني في هذه العلبة لدينا بيضة مسلوقة، بيضة مغلية في الماء، حبات تفاح نقسمها على 3 وبضع ريشات من السلطة من الخس. كما تعلمون البيض غني بالبروتينات والكالسيوم وجد مهم في هذه المرحلة، أي مرحلة بناء عنقود البيض لإناث الحسون. التفاح غني بالفيتامينات والألياف، الألياف النباتية. السلطة ما تعرفوا الدور تاعها، تسهل عملية الهضم لتلك البروتينات الموجودة في البيض، وبالتالي يستفيد منها الطيور استفادة جد كبيرة. بهذه الطريقة سنقوم بوضع تلك المغذيات لحساسيني. نقوم بوضع حاملات البيض هنا في شباك السلاكة. نقوم بوضع البيض كما ترون في حاملة البيض في شباك السلاكة، وفي مكان يكون عالي قليلا وبعيدا عن أشعة الشمس نتجنب الإتلاف وتكون البكتيريا الضارة. التفاح نقوم بوضعه بتلك الطريقة. شوفوا غصن مكسور للشجر الموجود في السلاكة، نضعه بهذه الطريقة. أنا إخواني راني حاط بضع قشور من البيض. قشور البيض غني بالكالسيوم، تساعد في بناء عنقود البيض. خس السلطة نضعه القليل في كل مكان كما ترون. ثم أشكركم على المشاهدة والإصغاء.